السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة اول وصفة في السبريد. زبدة الفول السوداني. زبدة الفول السوداني النهاردة بتاعتنا بمكون واحد بس. تنفع جدا للدايت، تنفع جدا للأطفال، مفيهاش أي سكريات. احنا معتمدين على الفول السوداني بس. أنا هنا جبت فول سوداني من المستلزمات أو من العطار، بس اتأكدي عليه إنه يكون مش مملح. قلبته على النار لغاية لما سخن، حطيته في الكبة بتاعتي وابتديت أطحنه. الطحن هياخد وقت طويل شوية، بس هتعدي بمراحل. طول ما انت شايفاها انت كده تبقى الدنيا ماشية بالنسبة لك تمام. هنطحنه في الأول لغاية لما يوصل لمرحلة الرملة كده، اللي هو يبقى حبيبات صغننة بس ابتدى يعجن في بعضه كده. نديله طحنة كمان، هيبتدي يقلب شبه العجينة شوية. بس لسه في حبيبات. طول ما هو في حبيبات انت هتفضلي تضربي. بص شكله بقى عامل ازاي، ابتدى يكلكع كده شويه، بس لسه برضو في شويه كرانشي. لو انت عايزاه كده تمام كملي، يعني اقفي الناحيه دي عادي. لو انت عايزاه سبريد خالص، لا يبقى انت كملي عادي طحن. هتضربي كمان مره لحد ما يوصل لمرحله ان هو يبقى عجين خالص كده قدامك. المرحلة دي هتقدري تفرديها في السندوتشات عادي، تقدري تعمليها على الكيك، على اي حاجة. لو انتي بالنسبة لك كده يابسة شوية او ناشفة، ممكن تزودي معلقتين زيت. بصي دي المرحلة الأخيرة خالص، ده السبريد. آه ممكن تحطي معلقتين زيت، بس كل مرة بنزود معلقة كده لوحدها لغاية لما توصلي للقوام المظبوط. الزبدة الفول السوداني بتتحفظ في درجة حرارة الغرفة عادي. لو احنا في الصيف قوي ممكن تحطيها في التلاجة. كده الوصفة خلصت، هتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لنا رأيكم. باي باي.